كام نصيحة كده هقولها لكم، وهي ليها علاقة بإنك دايما تحترم الناس أو تعمل حساب الناس. أول حاجة لما تيجي تروح تصلي الجمعة، بلاش البرفيوم اللي هو الزيت اللي هو بيبقى ريحته شديدة جدا، لأن في ناس عندها جيوب أنفية وعندها حساسية ما بتستحملش الريحة دي جوه المسجد. أنا حضرتك لما باجي أروح أصلي الجمعة أنا بصلي بره المسجد بس غصب عني، لأن أنا ما أقدرش أدخل في وسط البرفانات الكتير قوي اللي كلها زيوت، ودي مش سنة على فكرة. دي مش سنة عشان واحد يجي يقول لي ده سنة ان هو يحط برفيوم. ما كانش فيه برفيوم زمان، ولو كانوا بيتعطروا بمية زي مية الورد كده، مية ريحتها حلو، مش كمية الزيت اللي بيتحط الدهني اللي بيتحط وبيكون ريحته فاقعة جدا وبتتعب الجهاز التنفسي لناس تانية. فلازم نراعي الآخرين لما نيجي نروح نصلي الجمعة. بلاش نحط الزيوت اللي هي ريحتها نفاذة قوي دي، لأن بتتعب ناس تانية اللي عندها حساسية صدر أو حساسية جيوب أنفية. تمام، يكفي ان انت تاخد دش حلو كده وبرفيوم خفيف، حاجه خفيفه. لو عايز تحط يعني حاجه خفيفه، مش عايز تحط مفيش مشكله، انت رايح نضيف متوضي وطاهر. تمام. تاني حاجه، موضوع تاني، هو موضوع الناس اللي بتشرب سجاير في الاماكن العامه. يعني انا رايح مثلا اشم هوا نضيف في الشارع في الربيع، بلاقي واحد جه قاعد جنبي وجاي مولع السيجاره وقاعد يشرب، او ان انا راكب اتوبيس مواصلات عامه او راكب مع سواق تاكسي وراح مولع السيجاره وانا قاعد، سواء معايا اطفال في التاكسي او معيش. فانت اصلا غلط ان انت تشرب سيجاره وفي حد جنبك او تستأذنه. انا واحد من الناس ما بستحملش ان حد جنبي يشرب سيجاره، انا مش عايز اضر نفسي، انا عايز اشم هوا نضيف. انت مالك؟ فالهوا مش بتاع اهلك. الانسان اللي بيشرب سيجاره انت عايز تضر نفسك في بيتك في اوضتك في مكان لوحدك، لكن ما تأذينيش. نراعي الناس اللي حوالينا، الموضوع ده مهم جدا. طيب انت بتركن عربيتك ارجوك ما تقفلش شارع. يعني انا في واحد عنده ظرف طارئ مثلا عايز يطلع من الشارع، ما تزنقهوش في الرصيف. انت جاي ما تركنش صف تاني وتزنق وتروح وتختفي، ما هو ممكن ببساطة لو جه ولع في عربيتك فهو حق. دايما تراعي الناس، نراعي الناس يا جماعة. الموضوع ده موجود في مصر كتير ومعرفش موجود في الدول العربية ولا لا. مفيش حد بيعمل حساب حد في أي حاجة. انت بتركن عربيتك حافظ على عربيتك واركن في مكان ما يضايقش حد، فكر فيها قبل نفسك عشان لما يحصل لك موقف زي ده ربنا ينجيك منه. يعني انت مش هيحصل لك، يعني انت لو عملت الناس كده وعملت حساب الناس، الناس كمان هتعمل حسابك. كمان انت ما تأذيش حد، لان لو اذيت حد هيجي اللي يأذيك. دايما نراعي الناس. اللي بيحصل ده مش مظبوط، لانك لما بتراعي الناس يبقى بتراعي ربنا. شكرا.